مشكلته انه الكميات بتاعته مش بتديني نفس نسبة البروتين بتاعت البروتين الحيوي. مش مشكلة لو قسمته خلال اليوم هاخد كويس. يعني لو خدت الصبح مثلا حبة فول مع عيش بني مثلا وكمية سلطة. طبعا كل واحد ليه الكميات بتاعته حسب كل حاجة احنا اتكلمنا فيها قبل كده، حسب وزنه، طوله، صحته، سنه، كل النشاط اليومي بتاعه، محتاج ايه، بيحب ايه ومش بيحب ايه، فعلى اساسه بيتعمل الدايت بلان. بس ان جنرال كده لما بنحط بقوليات مع نشويات، الاتنين دول بيدوني كل الأحماض الأمينية اللي الجسم محتاجها من البروتين، فدي بتبقى وجبة كويسة. طيب الدور ممكن ناخد مثلا عدس ورز، خلاص، بس بنسب معينة. خلي بالك انه انا لو زودت النسب عن احتياجي حتى لو الاكل صحي بزيد في الوزن، لو ثبته باحتياجي بثبت في الوزن، لو انا قللته بنقص. خلاص. طبعا في ناس عندها مشاكل صحية، بيبقى عندها نقص فيتامين، بيبقى عندها مشاكل، فالوزن بيثبت او بيفضل يزيد، ودي احنا بنعالجها مع بعض بطرق كتير قوي حسب كل كيس.